ما شاء الله، والله وكبرتي يا هدايا بنتي وصرتي مرأة. ما وحشكش بابا؟ ليش يا بابا ما هنشوفك؟ مشغول يا بنتي. يعني رجعت تعيش معنا؟ قريبا ان شاء الله يا حبيبي. واخي سمير؟ واخوش سمير وانتي واختش واخوش كلنا عنعيش مع بعض ان شاء الله يا حبيبتي. بس ماما تقول مستحيل. رجاء شو اللي اختش ادخلي الغرفة الثانية، اشتي اتكلم مع ابو شوية. يلا. خير، ما جابك يا عاصم؟ والله جيت اشوف اولادي وازورهم، ولا ما انتش مانع يا فضيلة؟ وما جيت الا الليلة؟ وين انت يا عاصم من 6 أشهر؟ لا جيت تزور عيالك ولا جيت تشوفهم ولا سألت عن ابنك سمير. ابنك سمير ترك البيت، ما احناش عارفين وين راح، او هو حي او ميت، ولا همك الكنز وبس. ولما يأست منه خلاص لا سألت ولا قلت اني معي اولاد اسأل عنهم واشوف ما يحتاجوا. فضيلة انا ما جيش توجعي راسي. مش انت ابوهم، والمفروض ان انت مسؤول عنهم، وزي ما بتقول ان انت جيت في هذا الوقت علشان تشوف اولادك مثل ما بتقول، تقوم تجي لي اهل في هذا الوقت من الليل. ليش؟ انت خايفة مني يا فضيلة؟ انت عارف السبب يا عاصم، ومش من الاصول انك تدخل على مرأة مطلقة في هذا الوقت من الليل. ايش حيقولوا الناس؟ ليش هذا الخوف كله؟ أو بدنتي وربيع ناويين تتزوجوا؟ ايوه نتزوج، ايوه نتزوج، وعندك مانع؟ وبتعتقد انك عتهددني مثل زمان، وانك عتقتل ربيع اذا تزوجت به. صدقتي ان انا كنت اشي اقتله. يوم ما غدرت به وضربته على راسه زمان. هذه كانت اقصى محاولة لي على اساس تتركي ربيع، وعلشان انتي بتحبيه وخفتي ان انا اقتله ضحيتي بحبش. لهذا هددتش ان انا كنت اشي اقتله. يعني لو كنت ما وافقتش اتزوج بك وتزوجت بربيع ما كنتش هتقتله؟ على ايش اقتله؟ وليش اقتله؟ انا لما اشتي اقتل حاجة لها قيمة تستحق ان انا اضحي من اجلها. معقول اكتشف بعد كل هذه السنين انك خسيس الى هذه الدرجة؟ فضيلة احترمي نفسك، ما فيش داعي للتجريح. منو اللي جرحك تاني؟ منو؟ انا ولا انت؟ بين اقولش وطي صوتك احسن لك. وما عتفعل؟ حتضربني او عتقتلني؟ اتفضل اقتلني، يمكن قتلك لي كله قيمة عندك استحق تضحي من أجلها. اوف يا الله خارجنا من هذا الليلة. ولا أقول لك لا تقتلنيش، لأنك قتلتني يا حاصم، قتلتني يا ظالم. ما حبش داعي لهذا الكلام كله،
خاصة قلت كل واحد رحلة بعد حاله. لعلمك يا عاصم أنا ظليت طول عمري وأنا بين أحلم إنك تتغير حتى لآخر لحظة، وقبل ما تجي الآن كنت مستعدة أضحي إنك ترجع بيتك وبين أولادك، بس كان عندي أمل إنك تتعظ وتتعلم من كل الذي حصل لك. ساعتها كنت مستعدة أضحي وأرجع لك. كيف ترجعي لي؟ كيف ترجعي لي؟ كنت أصبحتي لا عاد تحلي لي ولا أنا أحللش. كان بإمكانك يا عاصم ترجعني أيام العدة، بس الحمد لله إنك ما رجعتنيش. وعرفت إن عمي العزي كان عنده حق عندما أخفى عليك فتوى اليمين وحسبتها طلقة مع أني كانت مجرد يمين. يعني عمش العزي خدعني؟ متحمس إن عمي العزي خدعك، لكن ما هميتش ولا فكرت إنك حطمتني وإنك خدعتني. أخس على الرجال لو هم من أمثالك، أخس. مش معقول. يعني بإمكاني الآن أتزوج بش؟ ومن قال لك إني شوافق؟ لو تموت تحت رجلي ما أوافق لك. ولعلمك يا عاصم مثل ما كنت إلى آخر لحظة مستعدة أضحي إنك ترجع للبيت من أجل أولادي، أنا الآن مستعدة أضحي بكل حاجة من أجل أتزوج ربيع، الرجال الوحيد الذي حبيته وحبني. وريني ما عاد تفعل يا عاصم. اسمعي يا فضيلة، تتزوجي بربيع تتزوجي بغير ربيع، أنا ماليش دعوة، هذه حياتش وأنتي حرة. الله يسعدش. يا سلام اللي يسمعك يقول ملاك طاهر. أظنك حتخدعني مثل ما خدعتني وانت في السجن لما قلت لي انك تغيرت وانك طيب وانك نادم على كل اللي فعلته بي. فضيلة، شوف حقيقتك، هذه هي حقيقتك وعمرك ما تتغير. أرجوش يا فضيلة اسمعيني مثل ما أنا سمعتش، على الأقل تعرفي ما هو السبب الذي جيت من أجله الليلة. أنا خايف إنه فضيلة ترفض ربيع وتصطمم مرة ثانية. ولين ما بتظن هذا الظن؟ حاسس إنه ما زال في قلبها عاصم. في قلبها مية حج. فضيلة لا عاد ترجع لعاصم ولا هم يحزنون بعد اللي فعل في هذا كله. هذه هي الحقيقة يا حظية. ومن قال لك هذا الخبر؟ أنت غلطان. فضيلة قلت لك ما شيء ترجع لعاصم ولا شيء. هذا فقط لأنها تعتقد إنها ما عاد تحلل عاصم. من قال لك هذا الخبر؟ فضيلة عارفة بكل شيء. ما قلتي عارفة؟ أيوة. من قال لها؟ أنا قلت لها. أنت مجنون يا عاصم، تشتي تزوج بنتك رجاء بجميل؟ وما فيها، على الأقل رجال مسبع مربع من العدعد القاه مثله. ومن قال لك إني موافقة؟ وليش مش موافقة؟ اسمع يا جميل، إذا أنت شي تتزوج ببنت عاصم أنت حر، أنا ماليش دخل، لكنك تجي وترغمني إن أنا أتزوج بعاصم عشان مصلحتك الشخصية، لا وألف لا. يا فتحية أش فيها إذا تزوجتي بعاصم؟ اسمع يا جميل، اسمعي، وأنا حر أزوجها. وأنا والله لو على راسي ما أزوجها ببنت تشتي. هيا ايش رايش ان انت عايزه تزوجي بعاصم غصبا عنك؟ الله المستعان عليك يا أخي، الله المستعان، عشان ترضي نفسك تقوم تبيع أختك. ابيع مه وبعدها تتزوجي بعاصم احسن ما تسيها كذا، وخصوصا انت ما زلتي صغيره.
يأسفني يا عاصم انك تأخرت، ورجاء بنتك خلاص تمت خطبتها وكتبنا كتابها علشان بتعرفت عليه في الجامعة، وحيكون الزفاف قريبا. معقول؟ من غير ما أعرف؟ ومن قال لك انك مش عارف؟ او نسيت الشاب رضوان اللي جالك قبل اسبوعين يطلب يد بنتك؟ لا ما نسيتش، بس كان الموضوع مجرد خطبة وبس. وما قلت له؟ قلت له تيجي لعندي تتفاهمي انت وياه. خلاص جا لعندي وتفاهمنا على كل حاجة هكذا بكل بساطة، بكل بساطة بدون الرجوع لها عندي. أنت مشغول والشاغل لا يشغل. وكيف تكتبوا كتاب البنت من غير علمي، مع أن شروط عقد الزواج لن يكون صحيح إلا بموافقة ولي الأمر؟ والله هذا الذي حصل. إذن عقد الزواج باطل وأنا مش موافق. بنتي رجاء ما عاد تتزوج إلا الذي هي تشتيه، مفهوم؟ سواء رفضت ولا ما رفضتش، ولو أكون مضطرة أخليها توقف أمام قاضي المحكمة وتقول هذا الكلام. فضيلة هذا كنت بتتحديني. أنا ما تحديتكش، بس أنت اللي بترغمنا كلنا على حاجة ما احناش موافقين عليها، وأنا مضطرة أدافع على مصلحة بنتي، فاهم؟ طيب يا فضيلة، أنا عدروش وعارف كيف أتصرف معش ومع مثالش. خاطرش يا فضيلة. ليش تكلمي فضيلة؟ ومن أمرك إن أنت تكلميها؟ المفروض إن أنت تستأذني مني وتكلميني. سامحني يا حج، لا تزعلش مني، حين قلت الفضيلة. ولا زعل ولا شيء، رجاء خليني لحالي شوية. خلاص أنا شو يصير قلت. سعد الله مساك. حظية. نعم. أنت كلامش على حق. كلا بنت فضيلة تعرف الحقيقة، على الأقل تبرئة للذمة. الحمد لله. سعد الله مساك. أنا مش مصدقة، أبي يشتي يزوجني بجميل. ولا يهمنيش يا بنتي، أنا عرفت كيف أرد عليه. متأكدة يمه إنه ما يجيش اليوم الذي يجبرني فيه على الزواج؟ مستحيل يا بنتي، طول ما أنا على وجه الدنيا إن أسمح له يرغمش على حاجة ما أنتش موافقة عليها. ومع ذلك أنا متأكدة إن أبوش ما يسكت، ولازم يا بنتي إن إحنا ناخذ احتياطاتنا. إيش قصدك؟ رضوان يا بنتي هذا زميلي اللي في الجامعة، مش هو متعلم وعلى أخلاق ومثقف مثل ما قلتي لي؟ بس يمه. ولا بس ولا حاجة يا بنتي، مش أنت قلتي لي إن هذا رضوان شاب متعلم ومثقف وعلى أخلاق عالية؟ أيوة يمه، بس بصراحة أنا مش مقتنعة لحد الآن إن رضوان يكون شريك حياتي. ما دمتي يا بنتي مش مقتنعة، ليش خليتيه يجي يقابلني؟ بس يما رضوان حرقني وأصر إنه يشتي يقابلك هو بنفسه، لكن أنا كنت عارفة بظروفنا الحالية إنك ما بتوافقيش. كلامك صح يا بنتي، بس كنتي قاعد توضحي لي لأني اعتقدت إنش. يما أنا منكرش إن رضوان إنسان ممتاز وأي بنت تتمناه. خلاص يا بنتي، ما فيش معيش خير إلا إن أنتي توافقي، وخصوصا إن أنا كذبت على أبوش وقلت له إن خطوبتش والملكة قد تمت. معقول يما؟ ما فعل يا بنتي، ما كان أمامي إلا هذا الخير علشان نسكت أبوش، ولو عرفوا أبوش إن إحنا كذبنا عليه ايوه يا بنتي هتقوم القيامة فوق راسي. أنتي معي يا بنتي؟ أنا معي يما. خلاص يا بنتي اتصلي برضوان وقولي له إن إحنا موافقين، وبكرة الصبح وهو عندي. ها عاصم بشر، ما فعلت؟
الظهر يا جميل ما فيش نصيب. قصدك ان البنت ما وافقتش؟ لا مش القصد انها مش موافقات. انا بامكاني ان انا اغصبها غصب على سبيل انها توافق. طيب وما هي المشكلة؟ المشكلة يا جميل ان البنت مخطوبة. مخطوبة؟ ومن من؟ لو تذكر الشاب رضوان اللي جاء عندي قبل اسبوعين من اجل يخطبها مني. بس انت ما ذكرتنيش انه جاي يخطبها. ربما لان الامر كان عائلي فما حبيتش ان انا اكلمك فيه. وطبعا انت فضلت هذا الشاب علي. لا يا جميل، انت عندي افضل من اي واحد، وانا صدقني ان انا الليله حاولت باقصى جهدي ان انا اقنعهم، لكن خلاص بس يا عاصم. بس يكون في علمك يا عاصم، اذا ما تزوجت ببنتك فابعد من راسك نهائيا انك تتزوج باختي. ما دخل هذا بهذا، وبعدين انا احبها يا اخي، وش يتزوج بها على سنه الله ورسوله. هيا ما رايك اني الليله حاولت اقنعها انها توافق اني اتزوج بك، لكنها رفضت. معقول يا جميل؟ وليش اكذب عليك؟ لكن بامكانك يا عاصم تفكر ان قدرت تزوجني ببنتك فاعرف ان فتحي لك، وانا اعرف كيف اخليها توافق، واعرف اغصبها واقنعها انها تتوافق بك. الدور والباقي عليك، طوينا ما اتفعل. خاطرك. ها يا رجال، اتصلتي برضوان؟ ايوه، وعايجي بكره مثل ما طلبتي. الحمد لله، اهم حاجه ان انتي مقتنعه. على الاقل احسن من جميل. ايوه يا بنتي، باش تكرري نفس مأساتي مع ابوش. على فكره يمه، انا اليوم سمعت كلامش مع ابي. ها؟ وهذه الاخلاق التي ربيتيش عليها يا رجاء؟ صدقيني يمه، انا مش غرضي اتصنت عليكم، وما غرضش، بس كنت اخاف تكون بينكم مشكله كبيره. لما شفتك مسيطره على الامور رجعت على غرفتي فورا. طيب وايش سمعتي يا رجاء؟ معقوله يمه انت ناويه تتزوجي بعمي ربيع؟ يا ترى الشعور فضيلة ناحيتي بعد كل هذه السنوات؟ أكيد السؤال صعب، والأصعب منه إني أفتح في هذا الموضوع من جديد. مهما كان لازم أكلمها واسمع رأيها. يا ترى إيش بيكون رد فعلها؟ على العموم ليش الاستعجال؟ بكرة عاد أعرف كل شيء. هيا ارتاحي، لا عاد اتزوج بنت عاصم ولا انتي عاد تتزوجي بعاصم. احسن. يعني ايش؟ انتي فرحانه نجلس هكذا بغير زواجه؟ بالعكس يا اخي، انا اتمنى لك انك تتزوج اليوم قبل بكره، بس مش على حسابي. كفايه انك زوجتني بالزوج الاول وانا ما كنتش طايقه ولا كنت بين احبه. بذمتي تجلسي عنسه كذا احسن. والعلمش انا كلمت عاصم الليله بحقيقه مشاعرش، هو انش ما بتحبش. الله يهديك، ولا صرت حاكي هكذا؟ مش هذا الحقيقه. انت فعلتك هذه هديت كل الذي بنيناه. ما قصدش. قصدي احنا جلسنا نبني امالنا ونبني احلامنا عشان الكنز، وانت فعلتك هذه هديت كل الذي بنيناه. أكيد جميل يكذب علي، لأني متأكد إن فتحية تحبني. ومن عارف ربما يكون في كلام الصادق، وأن فتحية تمثل علي الحب من أجل الكنز. والفرق الكبير بين فضيلة وفتحية. فضيلة التي ما زالت إلى آخر لحظة مستعدة تضحي من أجلي،
إنها والله ما تستحق حبي، لكن ما شاء الله كان. أنا الآن لازم ما أفكرش إلا بحاجة واحدة فقط، وكيف الحصول على الكنز، وحدها عيال الله. ممكن أتكلم معاش؟ بالتأكيد تفضل. بين أشوفش أصلا مشغولة. يعني شوية، أحب كل شيء يكون مرتب ومضبوط. بس أنا شي أتكلم معاش في موضوع مهم. يعني أنت شايف مكان العمل مكان مناسب للكلام؟ بس ما فيش فرصة إني أتكلم معاش إلا أنا، ومن الصعب جدا إني أزورش للبيت وأتكلم معاش وحدي. طيب تكلم وأنا أسمعك. في الحقيقة أنا شي أتكلم معاش في موضوع مهم. إيش في يا ربيع؟ تكلم. أصلاً أمس عمي العزي كان مصر إن إحنا نزورش. علشان إيش؟ الحقيقة يا فضيلة، عمي العزي بيشوف إنه إحنا لازم نتزوج، فأنا قلت لها لو ما أشوف أول شيء رايش. وأنت إيش رأيك يا ربيع؟ أنت عارفة برأيي يا فضيلة، أنا لو لفيت العالم كله ما يمكن ألقى أفضل منش. أنا يا فضيلة بين أحبش، وطول عمري بين أحبش، وأتمنى أنك توافقي وتتزوجي بي وتحققي لي الحلم الذي بنتمناه طول حياتي. دكتورة منى؟ من دكتورة منى؟ أهلا يا دكتورة. آسفة إني زعجتكم، يا ريت لما تكمل كلامك تمر على مكتبي. اكيد يا عاصم زعل مني. ولا زعلان منك ولا شيء، وبعدين ليش ازعل منك؟ يعني اني قلت لك امس ان فتحية رفضت تتزوج بك. لا صدق يا عاصم، فتحية بتحبك وبتموت فيك. انسى الموضوع هذا، ما عاد يهمنيش اصلا من اساسه. ها؟ تحبني ما تحبنيش انسى الموضوع. معقول يا عاصم؟ معقول ونص. انت خلينا الان كيف نفكر نخرج الكنز وبعدها لنا خبر وعلم. كيف تسمح لنفسك يا ربيع انك تخلي من المستشفى مسرح للحب والغزل بينك وبين فضيلة؟ لا يا دكتورة، أنت غلطانة. والله أني غلطانة؟ يعني أني ما سمعتكش بأذني وأنت تتكلم معاها وتترجاها تقبل تتزوجك؟ وش فيها يا دكتورة؟ المفروض إنك تفرحي لي، خاصة وأني قررت إني أتزوج. ليش؟ كنت من بقية أهلي؟ وش ظليتي طول هذه الفترة؟ كنتي بتحثيني ليش ما تتزوج، ويحن بعد تتزوج يا ربيع، وإنش ممكن توقفي إلى جنبي وممكن تساعديني. ها؟ وما لقتش إلا فضيلة تتزوجها؟ ليش؟ أو عندك اعتراض على فضيلة بالذات؟ واعترض ليش؟ الله يهني سعيد بسعيدة، بس لما يكون عندك كلام في الحب والغزل يكون برا، مش عندي في المستشفى. تفضل على شغلك. الغبي بيضل طول عمره غبي. كنت أظن إنه بيفهم، آخر ما توقعت إنه يكسر قلبي، بس الحمد لله إني ما عبرتلهش عن مشاعري، ولا كنت بجرح كبريائي. لكن ولا في مشكلة يا ربيع، أنا بعرف أخليك كيف تخضع. أما أنت يا فضيلة أنا أعرف كيف أتصرف معك. شغلك عندي. كنت قلت لك يا ربيع هذا مكان عمل وما يصلحش نتكلم فيه. أمر إحساسش مخطئ يا فضيلة، ومع هذا ما كنتش متوقع أن الدكتورة منى تكبرها هكذا وبهذا الشكل.
مع أن الأمر طبيعي. اشتي افهم ايش اللي مزعلها. معلش منها. المهم إحنا بحاجة نكمل كلامنا. إيش رأيك لو أجد فرصة ونتقابل اليوم بعد العصر، ولو جيت حتى أنا وعمي العزي؟ لا يا ربيع، لا هذا الموضوع أجله خالص. أنا الآن معي ما هو أهم من هذا. طيب قولي لي ما هو المهم وأهم من موضوعنا؟ شرجع أكلمك ما هو، وربما أحتاج إنك تساعدني فيه يا ربيع. معقول ان عاصم بطل يفكر انه يتزوج بي انا فتحية؟ وانتي السبب. انا ولا انت الذي اصريت انك تشي تتزوج ببنته؟ مشوا هذا السبب. وينو عاصم حق زمان؟ على كان مستعد يضحي بكل حاجه من اجل انه يتزوج بش. اكيد انه صدق لي كلامك لو ما قلت له اختي فتحية ما تشتكش. انا قلت لها اليوم، قلت لها انها مجرد مسحه بس ولا حرك ساكن. جميل. عاصم بلعب عليك، ولو زي ما بتقول مش مهتم لامري قد كان فلتني زمان. اينو هذا لاول مره عاصم يرفض يجي يتغدى معي، وانا خايف يا فتحية اخسره واخسر الكنز. طيب انت ذاحين ايش اللي تشتهي مني؟ ايوه اشيش ترجعي فتحية حق زمان وتسلبه لبه وحبه وتخليه يحبش مثل من اول ويجلس في ايدينا وما نفلتش. صدقيني يا عمة فضيلة أني فرحت جدا لما كلمتني رجاء على موافقتك والخطوبة. بس أهم حاجة رضوان أنك تسرع في مسألة الخطوبة وكتب الكتاب خلال هذا الأسبوع. بالتأكيد كان هذا طلبي من أول ما جيت لكم. إذا اتفقنا يا رضوان. في موضوع استجد وأنا خايف يأثر على موافقتك أو لا. خير يا رضوان، ما هو الأمر؟ حصلت على منحات دراسية للخارج وأبي مصر أتزوج قبل ما أسافر، وبالخارج أحصل على فيزا للرجاء وتلحق بعدي. فتحية. ايوه فتحية. من وين دخلتي؟ دخلت من الحاجز. كيف دخلتي من الحاجز والباب مغلق؟ انا داري ان الباب مغلق، فتحتها بالمفتاح. طيب وما تشتهي الحين؟ ولا شيء. ليش؟ وجودي زعلك ولا شيء؟ لا بس أول مرة تعمليها وتجي لها أنا من حين سكنت عندكم. أخي جميل الله يسامحه هو السبب. ليش جميل مش موجودة وكيف؟ بالعكس موجود بس راقد. قلتي راقد ها؟ طيب مش خايف لو يقوم من النوم ويجي لهانا ويحصلش عندي؟ إلا خايفة بس ايش افعل؟ شفتك زعلان ومتضايق قلت اجي اشوف مالك وراضيك. زعلان وما نقلش هذا الكلام ان انا زعلان منك. طيب لو ما كنتش زعلان ليش ما جيتش تتغدى عندنا اليوم؟ مش قلت ليش ان جميل هذا خبيث؟ خلاص انا حنرجع للبيت لا داخل. انتبه تقول لها انا كنت انا. الله يسامحه الله يقوم. لا اقول هذا الكلام. يلا باي باي. مال رضوان قال لك يشتي يتزوج بيه هو يرجع يسافر الخارج. بس أكد لي إنها أول ما تستقر أموره هيرجع وياخذش معه. ومن قال لك يما انني اشتي ابتعد عنك ولا اشتي اسافر؟ حتى أنا بنتي مشيش تبتعدي عني، بس هذه سنة الحياة وإحنا مضطرين نقبل. ايش؟ قلت لرضوان نحن موافقين؟ بالتأكيد لا، قلت لها شوف رأيش ونرجع نرد. اسمعيني يما، أنا مقدرة إنك خايفة عليا وبتبحثي على مصلحتي، لكن أنا مستعدة أنفذ لك كل ما تأمري به، بس يما قبل ما نسوي أي شيء ضروري نستشير أحد. هل الذي نحن بنفعله صح أم غلط؟ استشير من يا بنتي؟ لو نقول عم العزي عيف لها مشكلة مع عاصم ما احناش ناقصينها، ونقول ربيع ابن عمي اللي فينا مكفينا يا بنتي. إيش رأيك يما بعدل ابن الحاج عاطف؟
بشر يا ربيع، كلمت فضيلة وماشي؟ ايوه كلمتها يا عم. ها ما قالت لك ابني؟ لحد الان ما قدرتش اعرف رايها، لعدم وجود مكان مناسب اتكلم انا وهي فيه. قبل جري انا عندها. لحظه يا عم، انا عاد سيري، يمكن تكون فضيله مشغوله ولا شيء. مشغول بأيش؟ مش عارف، بس من خلال كلامها حسيت ان معها مشكله. ما عرفتش ابني ما المشكله؟ لا يا عمه، ولا على الاقل كنت عاد اساعدها. اكيد هذا عاصم رجع يشاغلها. لا يا عزي، انا عارفه ان فضيله مشغوله البال على ابنها. هذا ما اعتقدته، ومن الصعب انها تقول رايها في مثل هذا الظرف. الذي فعلته غلط، وتشتهي الان تكرريه مع بنتك رجاء. كيف يا عادل؟ اقول لك انا كيف. اولا، عمي عاصم ما يقدرش يزوج الرجاء غصبا عنها بجميل، طالما هو البنت مش موافقه ولا مقتنعه بجميل. ثانيا، لا يمكن الزواج برضوان طالما عمي عاصم ما هوش موافق، لازم ناخذ موافقته هو. مستحيل يا عادل، بس احنا قد قلنا لعاصم. بس يا عمه لو صح هذا فعقد الزواج باطل. موافقة الأب شرط أساسي في صحة الزواج. بس عاصم ما حيوافقش على زواج رجاء من رضوان. في هذا الحالة ممكن نقدم طلب إلى قاضي المحكمة ونشرح له أسباب تمنع الأب، وبعدين القاضي هو الذي يقرر إذا كانت الأسباب مقبولة أو لا. يا الله، وإيش العمل يا عادل؟ خليني أكمل كلامي وبعد أقول لك. تفضل. ثالثا وهو الأهم، كيف تشي تزوجي بنتك رجاء برضوان وأنا أولى بها منه؟ أنت يا عادل تشي تتزوج برجاء؟ ليش يا عم؟ مش أمي كلمتش وفاتحتش في الموضوع، أنت دائما تأجلي. أيوة بس ولا بس ولا حاجة، إذا رجاء جالسة وموجودة اسأليها أنت يا رجاء موافقة بي أو لا؟ تكلمي يا بنتي لا تخزي. اللي تشوفيه ما أني موافقة عليه. خلاص، ألف مبروك يا عادل، لكن اسمعني، مش قلت أنت إن موافقة الأب لابد منها؟ خلاص، من جانبنا إحنا موافقين، وأنت تشوف أبوك أولا وديت لنا خبر. مالك يا عادل؟ مالك هذه الأيام مش طبيعية؟ في حاجة مزعجة لك؟ تكلم. ما اخبيش على شيء ام عادل، الامور في الشركه متدهوره جدا، حركه البيع والشراء ضعيفه جدا، ما عادش مثل ما قبل. بس هذا اللي مزعلك؟ وليش هذه حاجه ما تزعلش ام عادل؟ أما عند الصدق أنت تستاهل. وانا استاهل؟ هذا جزائي لاني كلمتش وحدثتش عن همومي ومشاكلي، بدل ما تخففي علي وتطمنيني تقول لي استاهل؟ تستاهل ونص. ليش استاهل يا ام عادل؟ ليش؟ لأنك استغنيت عن زوج أختك سلطان، ولو كان معك في الشركة كان حرك لك الأمور، ولا اشتكيت من التدهور ولا حاجة. أنا وسلطان عشان يعمل هذا كله. نسيت لما قلت لي أنه سلطان أحسن من بشير اللي تعتمد عليه لليوم، وأنه ينفعك؟ أنا ما انكرتش إني قلت الكلام هذا، ومع ذلك السبب في ركود العمل مش سلطان، في أمور أخرى. وليش لا؟ ولا نفترض أن كلامك صحيح، ليش ما سمعنا ركود في الشركة اللي بيشتغل فيها سلطان؟ وابنك عادل قال أنه بسبب أفكاره ونشاطه الشركة اللي بيشتغل فيها حققت أرباح كثيرة، وعلشان كذا صاحب الشركة جعلها نائبة، إضافة إلى أنه طلب منا أنه يكون شريك معاه في الشركة. إيش الحكاية يا رجاء؟ حكاية إيش؟ قلتي نستشير عادل، قلنا تمام، ما خاب ما نستشار، لكن إنه يرجع إنه معجبش وش يتزوجش، هذا اللي ما دخلش راسي. والله يما أنا مش عارفة، هو تفاجأت لما جاء طلب يدي، طبعا تفاجأت مثلك تماما. إيش حكاية إنش موافقة على عادل وإنتش موافقة على رضوان؟ مش عارفة، يمكن نصيب.
نصيب ولا كنتي معجبة به من قبل؟ يعني صدقيني يما استبعدت ان احنا نكون لبعض. ليش؟ لاني مش متأكدة لمشاعر نحوي. منك يا البنات، ما حد يعرف لكن. الله يما، اذا كان يرضيش ارفض عادل واقول له لا، انا مستعدة. لا ترفضيه، على الأقل عادل نعرفه ونعرف أهله، وعادل أخلاقه عالية وانتي عارفة بهذا الكلام يا رجاء. يعني يما اتفقتم مع عادل على كل شيء؟ لو على عادل يا بنتي، عادل مستعد يتم كل شيء في أسبوع، بس عتظل معانا مشكلة، أبوش وأبوه. قصدك النبي ما يوافقش؟ هذا بالتأكيد، خاصة بعد ما يعرف إن إحنا كذبنا عليه. وإيش رأي عادل في هذه المشكلة؟ وعد إنه يقابل أبوش بكرة ويفتحه في الموضوع، وإحنا منتظرين والله يستر. يا الله خرجنا، هذا أكيد أبو الجاه، أنا متأكدة إنه ما يخلي لناش حرب.